هو انت ياما كل مره تعملي معايا اللقطه دي؟ بقول لك صاحبتي متقدره بقالها ساعه. عيش ايه؟ يا بنت هات امك العيش يا بنت، ايه بتقدرك دي؟ فيها ما تطلب منك حاجه يعني تنزل من بيتها تجيبها هي بنفسها وعندها بغله زيك؟ اعرف مين يا بنت انت؟ وانا كلمتك ولا ضربتك بالنار؟ انا بلاعب الواد ابن اختي بالليزر. يا ابني عيب اللي انت عملته، عملت تعمل ليزر في عينيها وترازيها. يا ابني عيب، عيب على سنك، ده انت عيل هفق. عشان المره الجايه هقطع لك ايدك. ما خلاص ايوه البنت دي هتعمل كده، البنت دي تقيله في المنطقه وفي رجاله حواليها يعني، ولا ايه؟ يلا نكمل يا جدعان. يا بنت انت تقعدي تتفخدي وتتني علينا معلم. شغل الاندر ايدج يا ابني، انت اندر ايدج يا ابني، شوف سنك عامل ازاي وكمان عامل لي شعرك ازاي، ده انت عيل، عيل هيتيا. يلا نكمل نشوف الواد اللي بيجري ده هيعمل ايه. خلاص شفنا نمط ونرد مع حريم، وانت يا بنت انت بطلي كدب ولا قاطع ايد ولا قاطع لسان ليه؟ وانت جزاره ولا ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله من هنا. انتوا التلاته هتقسموا عليها ولا ايه؟ شغل الرجاله اللي هفق دي مش رجاله، ده عيال اقسم بالله. يلا نكمل يا جدعان، شوف الواد هيجري يعمل ايه اللي هينقذها ده. بقول لك ايه يا اخويا، هو بيقولوا الجدعانه يا حبيبي انك تقف تنزل واحده في الشارع. هو انت اللي ماسك طبل عمال تعمل ايه شغل العبط اللي بتعمله ده؟ انت عيل هفا انت كمان اقسم بالله. والله المفروض التلاته دول يضربوا امك معيله ولا مرياله؟ ما بقاش الا انت يا فرفور اللي هتعلمنا المرجله. وعنده حق، انت عيل فرفور بتقعد تطبل كل شويه بايدك. ايوه يلا يا جدعان، اقسم بالله انا كنت مع البت في الاول بس دلوقتي مع التلاته عشان شفت ينفع احط نفسي؟ لا يا ماما احط نفسي، انا راجل جدع شاف الموقف وهيتحرق على دمه كان لازم يحط نفسي. انت ما بتهمتش يا ابني، هو انت بعد ما اتضربت وبقيت عيل هيتيا تقعد بقى تسقف تاني وعامل نفسك راجل؟ ده انت عيل هيتيا اقسم بالله، المفروض يربطوك ويجلدوك كمان. انا مش محتاج حد معايا، توكلي على الله يلا. انت ما بتهمتش يا ابني، هو انت بعد ما اتضربت وبقيت عيل هيتيا تقعد بقى تسقف تاني وعامل نفسك راجل؟ ده انت عيل هيتيا اقسم بالله، المفروض يربطوك ويجلدوك كمان. حطيتنا في حوار من غير حوار ملوش اي لازمه، وفي القفله الموضوع ممكن يكبر. كل ده بسبب ايه؟ بسبب عيل داخل قاعد يسقف. وعنده حق، انت عيل فرفور بتقعد تطبل كل شويه بايدك. ايوه يلا يا جدعان، اقسم بالله انا كنت مع البت في الاول بس دلوقتي مع التلاته عشان شفت الواد ده. بقول لك يا زباطه، الراجل ده عنده حق يا زباطه، انت ضربت الواد ليه وعلى طول ايدك سابقاك كده وحطيتنا في واحده مش بتاعتنا؟ عنده حق ان انتوا حطيتوا ثلاثه، حطيتوا نفسكم في حوار مع عيل هفا، عيل هفا وهيجيب لكم فضيحه، هيقولوا بتخانقوا مع عيل مش راجل يعني عمال يسقف بايديه. بتاعتنا يا حبيبي. بقول لك يلا انت هتعمل لي فيها شيخ امك خد بعضك غور في 60 دقايق، وانت كمان يا عم قلبك مش جايبك تقف معايا. يلا امشي. يا زباطه ولا اسمك زلطه ولا اسمك ايه بالظبط؟ انت هتعمل نفسك راجل؟ ده انت عيل هيتي ما فيهاش لسان انت كمان. وانت ضربت الواد عشان معاك، انت عارف ان في اتنين وراك، عشان كده لما انت لوحدك تاخد على قفاك. يلا نكمل يا جدعان. ده كل اللي حصل. لا يا رجوله مش هيجي معاك الكلام اللي انت بتقوله ده، ولو انا حطيت نفسي في الموضوع ده هحط نفسي من اجلك انت، انما مش هحط نفسي من اجل واحده وانا ما اعرفش اصلا ايه اللي جاي من وراها. ليه يا جدعان؟ ما الواد شاف البت بيرازوها اتدخل، بس هو عيل هيتي اتضرب يعني. يلا نشوف هيعملوا العيال دي. بعضك انت يابا، خد بعضك واكلع عم زباط وانا هبقى اجيلك يابا. زي ما شفنا الواد طلع ورا زباطة والواد التاني طلع وراه، شكله هيعملوا فيهم ايه. انتظروا الجزء التاني. وهنا خلص الفيديو، لو عجبكم المحتوى اعملوا لايك واشتراك وانتظروا كل جديد. السلام عليكم، كان معاكم عابدين مصر.